السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك فيديو جديد من الكورس تيست بتاعنا السمار كورس. الأخبار عاملين يا رب تكونوا بخير. يا رب تكون الفيديوهات اللي نزلت تكون اتفرجت عليها وذاكرتها عشان الفيديوهات اللي جاية بتترتب على الفيديوهات اللي هي الأولانية. فيا رب تكون النهاردة إن شاء الله طالعين بقى بموضوع جديد. هنكمل المسيرة اللي احنا خدناها. ازاي؟ أول ما خدنا قلنا I أول ما خدنا قلنا I play football. دي تكوين جملة. الجملة بتتكون من إيه؟ فاعل وفعل ومفعول. أدي السبجكت وأدي الفيرب وأدي الأوبجكت. خدت الآي اللي هو الفاعل هو السبجكت. السبجكت قلت ده بيحل محله الضمير. طب الضمائر أنواعها خدنا أنواع الضمائر دي في المحاضرة التانية. طيب دلوقتي طلع لنا بقى حاجة جديدة. إيه هي؟ وطلعنا منها درس جديد. آي ده فاعل اللي هو السبجكت. طب أنت قلت لي إن ده السبجكت وده الفيرب وده الأوبجكت. طب ما ده في سبجكت وفيرب واوبجكت. في سبجكت وفيرب واوبجكت يعني في ثلاث حاجات. طب انا عايز اخد الثلاث حاجات دي او اجمعها. ما هو المشكله ان في حاجات تانية جديده. فاحنا بقى طلعنا درس جديد اسمه بارتس اوف سبيتش. يعني عندي السبجكت والفيرب والاوبجكت ديت حاجات في تكوين اجزاء الكلام في اللغه الانجليزيه. ده اللي غير الفاعل والفعل والاوبجكت. في حاجات تانية احنا جمعناها. في حاجات تانية لسه في الليفل التاني هناخدوها. يعني احنا هناخد البيزك الحاجات الأساسية. في بقى حاجات تانية في الليفل التاني من الكورس هناخدها وهقول لك واحدة منهم. بس ده البيزك اللي يعني الجدول ده هو الحاجات اللي أنا عايزك تعرفها دلوقتي كبداية في كبداية اللي أنت لسه داخل إيه لو أنت مش عارف اللغة. تمام؟ عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتس مثلا في interjections اللي هو كلمة تعجب. أنا عارف والله بس أنا بقول لك البيزك بس. تمام؟ طيب يبقى طب فاعل وفعل مفعول في حاجات تانية جبتها لك. الانجليزي كان معلومه ومعلومه زي ما قلت لك في الفيديو التاني. تمام. طب يلا بينا ناخده بارتس اوف سبيتش. يعني ايه بارتس اوف سبيتش؟ يعني اجزاء ايه؟ اجزاء الكلام. اجزاء الكلام ايه الحاجات اللي في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا عندك صفه وعندك ضمير وعندك ظرف وعندك فعل وعندك حرف جر وعندك رابط. الحاجات دي هنعرف دلوقتي وهنفهمها بالتفصيل فركز معايا. اول حاجه عندي الناونز ايه اللي هو الاسم. شاطر. الاسم انا اسمي محمد يبقى ده نون. اول حاجه من بارتس اوف سبيتش النون. محمد اسم شخص. اسم شخص. اسم حيوان. اسم جماد. اسم شخص. اسم حيوان واسم جماد. اسم شخص محمد احمد مصطفى سعديه اي حد. education التعليم. تعليم في مصر. طيب بوك كتاب. بن قلم. تي شيرت اي حاجه. يبقى النون يا اما اسم شخص يا اما اسم حيوان يا اما اسم جماد. تمام. وخدنا الاكزامبل اهي. احمد education ايه بوك اللي هو الكتاب. تمام. يبقى اول حاجه في اجزاء الكلام ايه؟ النون. اول حاجه النون. تاني حاجه البروناون. بص ادي كلمه نون اهي. نون اسم. حطيت كلمة برو يبقى ضمير. كلها على بعضها ضمير. أيوه احنا خدنا أنواع الضمائر. ضمير فاعل ضمير مفعول صفة ملكية ضمير ملكية. شغل دي هو ده اللي هيخليك تفهم الإنجليزي كويس. يبقى ده الضمير بيدل على اسم أو يحل محله. ما احنا خدنا دي المحاضرة التانية. هو ضمير فاعل. أهني نوع من الضمائر أهني نوع من الضمائر اللي بيحل محل الفاعل اللي هو ضمير الفاعل اللي هو زي ايه؟ I he she they اللي هي ضمائر الفاعل اللي احنا خدناهم هنا مكان النون. ايه اللي بيحل محل الفاعل اللي انا ببدأ بيه الجملة؟ ضمير فاعل اللي هو البروناون. الضمير اللي هو subject pronouns ده نوع من انواع الضمائر. انا خدت بقى الضمير كاملة. انا خدت ضمير بقى ايه؟ جنرال. انا خدت الضمير بيدل على اسم. بيدل على ايه؟ اسم او يحل محل. اول حاجه بارت اوف سبيتش. اول حاجه ايه؟ النون. تاني حاجه بروناون. نون
اسم، pronoun ضمير. تاني حاجة الفيرب. الفيرب اللي هو تاني حاجة من تكوين الجملة الخبرية أو الجملة العادية. خلينا من الجملة العادية خلينا في الجملة العادية عشان يبقى كلامنا مدقق، يبقى كلامنا صحيح ومفهوش أخطاء. يبقى الفيرب يدل على حدوث شيء في وقت ما. يعني ايه بيدل على حدوث شيء في وقت ما؟ بص، انا خدت فعل اسمه بلاي. بلاي يعني ايه؟ يلعب. يبقى يدل على حدوث شيء اللي هو حدوث اللعب في وقت ما. رن يعني ايه؟ يجري. يدل على حدوث الجري في وقت ما. مثلا واتش اللي هو يشاهد، بيدل على حدوث المشاهدة في وقت ما. تمام؟ يبقى الفيرب يدل على حدوث شيء ما. play يعني يلعب. is have are و is و am دول مشتقات الفيرب بي، مشتقات الفعل بي. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هناخد الفيرب، ناخد انواع الفيربز وكل حاجة، والفيرب هنخليها على محاضرتين عشان المحاضرة هتبقى كبيرة فهنقسمها على مرتين عشان الفيديو ما يبقاش طويل. طيب كده خدت الفيرب وخدت النون البروناون. دي انا عايز الاساس بتاعتي. الحاجات التانية اللي هو ايه بقى؟ الحاجات التانية اللي زي ايه؟ اللي هو الادفيرب والادجكتيف. ركز بقى معايا عشان اديك الخلاصة. بص، انا عايزك بس تبقى لما تيجي تتعامل مع حاجة اتعامل مع الحاجة ايه؟ بسلاسة ومن غير تعقيد. يعني ايه؟ ما تصعبش الدنيا عليك. ازاي؟ بص، adverb اسم adverb واد الزقهم على بعض. احنا لو قلنا الفيرب اللي هو الفعل، طب الادفيرب اللي هو الظرف adverb الفيرب فيرب لوحدها يعني فعل، adverb يعني ظرف. طب يبقى كده هو بيصف ايه؟ بيصف الفعل. تاني يا جماعه الكلام ده فيه ممكن حد يتريق عليه، بس انا بقول لك لو حد سامع الفيديو ومش عارف حاجه انا بنقول له. تمام؟ يبقى الفيرب يعني فعل، ادفيرب ظرف. يبقى كده بيصف ايه؟ الفعل. يبقى الادفيرب اللي هو الظرف يصف الفعل وممكن يصف الصفه. ازاي يعني؟ ازاي؟ هنعرف دلوقتي. بص يا معلم، رن لسه واخدينه فعل بمعنى ايه؟ يجري. كويكلي معلومه اضافيه، معلومه صفه. كويك يعني سريع. معلومه المصرح بيها ان الظرف صفه مضاف لها ال واي. دي اول حاجه في حوار الصفه والظرف. الظرف هو صفه اخرها ال واي. تمام. ادي كويك يعني سريع، كويكلي يعني بسرعه، تحولت من صفه لظرف. طب ران كويكلي بيجري بسرعه. الحال ده او الظرف ده وصف فعل الجري اللي هو كان سريع. طب ممكن مثلا اقول run slowly، هو بيجري ببطء، يبقى وصفت الحدث الجري ان هو كان بطيء. وصفت الفعل ده ان الحدث ده كان بطيء او كان سريع. run quickly run slowly. تمام. طب يصف حته زياده بس، extremely قلت لك extremely tall دي صفه بمعنى ايه؟ طويل. extremely tall. انا كنت قاعد في كافيه مثلا، دخلت قعدت لقيت واحد طويل من طولي فقلت مثلا هيز طول، طويل. دخلت لقيت واحد زي الهضبه قلت له هي طول، طويل جدا. يبقى بص، الظرف ده وصف الصفه دي. الظرف ده وصف الصفه دي، وصف ان الصفه دي كان طويل جدا. الظرف ده وصف الصفه دي. يبقى الادفيرب بيصف ايه؟ الفعل وبيصف ايه؟ الصفه. طيب وعرفنا ان الظرف بيكون صفه اخرها ال واي. حد هيطلع لي يقول لي فيه حد هيطلع لي يقول لي فيه ظروف شاذه. واحده هاخدها واحده عشان ما حدش ياخد الحته دي ويقصها ويحطها ينزلها. الادجكتيف تصف الاسم. بص اللي هي الصفه بتصف ايه؟ الاسم. بص كويكلي لا دي صفه ايه؟ دي صفه.
وصفت ايه؟ البوي، الولد. الولد ده اسم ولا فعل؟ لا اسم، بوي ولد، ولد صفة. يبقى الصفة دي وصفت الولد ده ان هو سريع. good student طالب، ده noun. good student، good student الصفة دي اللي هي good جيد وصفت ان الطالب ده جيد. ممكن اقول مثلا bad student، الصفة دي وصفت ان student ده ان هو سيء. الظرف بيصف الفعل بان هو كذا، طب الصفة بتصف الاسم بان هو كذا. ذاكرها كده. حاجتين، البريبوزيشن، بريبوزيشن اللي هو حرف الجر. بريبوزيشن اللي هو ايه؟ حرف الجر. بريبوزيشن يعني ايه؟ بريبوزيشن يعني ايه؟ حرف الجر. طيب نركز بقى عشان ايه؟ حته جديده كده، حته جديده في حرف الجر. بص، حرف الجر بياتي مع الاسم او ياتي مع الضمير ليبين علاقته بكلمه اخرى. ايه الكلام ده؟ يجي مع الاسم او الضمير. بص، الاسم او الضمير، الضمير بيجي فين؟ ادي احمد اهو، ادي احمد. احمد ده اسم صح؟ احمد جوز تو سكول. حرف الجر زي ايه؟ حرف الجر زي تو، حرف الجر زي باي، حرف الجر زي with، حرف الجر زي next to، اي حروف جر. طيب انا حددت حرف الجر هو تو، وحرف الجر باي. احمد جوز تو سكول، احمد ده الاسم، انا لسه قايل لك يبين الاسم، يبقى دي اول جمله ده اسم اللي هو احمد جوز تو سكول. احمد ذهب للمدرسه، للمدرسه، الى المدرسه، الى المدرسه. يبقى ياتي مع الاسم لتبين علاقته بكلمه اخرى، علاقته باخرى بالكلمه الثانيه اللي هي ايه؟ سكول. انا ممكن اقول احمد جوز تو سينما، يبقى حددت لي اللي هي الاسم اللي هو احمد راح فين؟ للسينما. يبقى البروبوزيشن اللي هو حرف الجر يبين، ياتي مع الاسم او الضمير ليبين علاقته بكلمه اخرى. ننزل على الثانيه اللي هي الضمير. they، ده ضمير ايه؟ فاعل subject pronouns اللي خدناها في المحاضره الاولى. ادي حرف الجر باي. حرف الجر البروبوزيشن بيعمل ايه؟ بيبين، بياتي مع الضمير او الاسم يبين علاقته. طب ماشي، they ده ضمير وباي ده حرف الجر. they traveled by plane، هما سافروا بالطياره. ممكن اقول سافروا مثلا بالتاكسي لو هما مثلا في حته في مصر، باي تاكسي مثلا، تاكسي. يبقى جر على حسب حرف الجر. طيب conjunctions الرابط، conjunctions الرابط اللي هي رابط. اخر حاجه conjunctions اللي هو الرابط. الرابط كلمه تصل بين كلمه وكلمه او جمله وجمله. ازاي؟ احمد and Ali are friends. احمد وعلي يكونوا اصدقاء. بص، احمد اهي and اهي and ايه؟ ده conjunctions، رابط بين كلمه وكلمه، بين احمد وعلي. احمد وعلي are friends، احمد وعلي friends. طيب دي كلمه وكلمه، طب جمله وجمله هي شهيره جدا، اي حد هيقول لك رابط زي after، الرابط اللي بتربط بين جمله وجمله after، before، as soon as. ايه تاني؟ while، just as. دي بتصل بين جمله وجمله، دي جمله وجمله، والجمله عشان تتكون لازم تتكون من فاعل وفعل مفعول. اول محاضره زي ما قلت لك، ربط افكار. يبقى part of speech نراجع بقى. noun، pronoun، verb، adverb، adjective، preposition، conjunctions. ديت كانت المحاضرة بتاعتنا من بارت اوف سبيتش. احنا بنشرح تفصيل الممل، كل حاجة لازم نشرحها، ندي اكزامبل عليها عشان تفهمها. ولو أي حد مش فاهم حاجة اكتب لي في الكومنتس وأنا هرد عليه في أسرع وقت. تمام؟ كده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، ونلقاكم في محاضرة تانية. سلام.